ده كده زوجين. لو احنا عايزينها للاطفال انا ساعتها ممكن بدل ما كان السرير في النص، لا انا هخليه في السايد خالص. ليه؟ علشان اقدر استغل حرف ال ده هو اللي هعمل فيه كل الديزاين بتاعي عشان احتياجات الطفل، سواء العاب سواء مذاكره او لبس، يبقى خلاص ليه مساحه تخزين اكبر. تمام. طيب انا دمجت ما بين الكومود والمكتب، وكمان عملت حته للدولاب، والكورنر اللي فوق ده هو اللي اتبقى لي الجزء بتاع المكتب. بالظبط. طيب لو انا عايزه مساحه تخزين تانية، انا متبقي لي سايد تاني بتاع السرير اقدر اعمل فيه يا اما مساحه تخزين، يا اما لو انا من الاول خالص عايز اسس التلفزيون عشان لما يكبر ممكن اجيب له تلفزيون في الاوضه، بقى انا خلاص عندي مساحه فاضيه قدام التلفزيون اقدر اسس فيها. حلوه التقسيمه دي جدا. ليه بنعمل كده في الاطفال؟ بنحاول دايما في الاطفال نلزق كل حاجه في الحيطه وناخد كله يبقى متصل ببعضه، بحيث ان يبقى عندنا مساحه في النص فاضيه لحركه اكتر، واللعب الاطفال يبقى مناسب اكتر. فدي كده للاطفال.